هو الشاحن فين؟ عشان الموبايل هيفصل تقريبا. هتلاقيه عندك في السراح. هي فين السراح؟ حنان، هي ايه الاقراص دي؟ دي؟ دي شكلها غريب قوي. شكلها غريب بصراحة كده يا حسن. ده منوم. منوم؟ ايوه يا حسن، ما انت لسه قايل لي من شوية انك واخد بالك اني مرهقة وعارف اني ما بنامش بقالي فترة، فقلت اجرب. تجربي ايه؟ ومش عارفة انه غلط تاخدي النوم من غير ما الدكتور ما يكتبه؟ ومش عارفة انه يعتبر مخدر وممكن يوصل للادمان؟ ما تقلقش قوي كده يا حسن، انا واخدة بالي، وبعدين ده هو نص قرص بس ومش باخده حتى كل يوم. بس هو اي حاجة تخليني انام وافصل شوية. يا سلام، انا مش عارف انت مالك بالظبط. للدرجة دي عيشتك معايا مش عاجباكي؟ انت ليه مصرة تحسيني بالعجز والتقصير ان اخليكي سعيد؟ انا ما قلتش كده، انت اللي عاوز تحس بكده لوحدك. لا مش لوحدي، انا ما خلقتش الاحساس ده من الهوا. ما لما واحدة تكون مخبية على جوزها اللي المفروض شريك عمرها انها بتاخد راس منوم، يبقى ده طبيعي. ده لما يبقى شريكها بقى. ايوه يا حسن، انت مش شريكي غير في اللقمة اللي بناكلها سوا، في السرير اللي بننام عليه سوا، في مصاريف البيت والاقساط والديون اللي بندبرها سوا وبس. يا انت شايله ولا مش واخد بالك؟ لا واخد بالك يا حسن، واخد بالك كويس وعارف وحاسس، بس بتبرر لنفسك دايما ان مفيش في ايدك حاجه تعملها. بتبرر لنفسك دايما ان الظروف هي اللي ضغطك وانت مسكين يا عيني مش قادر تغيرها. بتبرر لنفسك ان مفيش وقت ولا طاقه انك تشاركني اي شيء جميل يربطنا. مستني الوضع يتحسن عشان تعيش. مش قادر تفهم، مش قادر تفهم ان طالما كده مستني يبقى تستنى وانت بتصبر نفسك وتهون عليها مش تجلدها. تستنى وانت عندك امل مش وانت يائس. تستنى وانت بتهون على نفسك الم الانتظار بالحلم بالونس. تخلق وقت ولو دقيقة واحدة تصفي فيها روحك من ضغط الحياة. دقيقة واحدة بس تقدر تشحن فيها روحك عشان تكمل معافرة بنفس راضية. لكن انت طول الوقت بتقنع نفسك ان مفيش وقت ولا طاقة. انت نفسك قلت لي كده لما كنا بنتمشى على البحر امبارح. على البحر؟ ايوه لما كنت ساعتها في الحلم. قلت لك كده في الحلم يا حنان. وقلت لك ايه تاني في الحلم؟ مش تشاركيني احلامك؟ جايز اعرف انفذها لك. حاولت والله العظيم حاولت، بس انت دايما كنت بتستخف باللي بقوله. بتتهمني دايما ان انا اللي مش حاسه بالواقع، مش قادر تفهم ان انا حاسه بيه اكتر مني، بس بحاول اهرب منه شويه بدل ما اتخنق. حاولت كتير قوي اني اشاركك، بس انت كنت بتتريق عليا زي ما انت بتتريق عليا دلوقتي كده بالظبط. سيبني بقى انام عشان عندي شغل الصبح. شفت انا حاسه بالواقع ازاي؟ واتفضل ادي شريط المنوم اهو، مش عايزاه. للدرجة دي شايفاني زوج فاشل؟ للدرجة دي انا عاجز ان اكون شريك؟ للدرجة دي انت تعيسة معايا؟ بس انت يا بختك والله، على الاقل بتعرفي تهربي من الواقع شوية. على الاقل عندك امل وبتدوري على طريقة تخليكي احسن حتى لو هتضرك. انما انا ما عنديش حتى الرفاهية دي.
الظاهر ان ما بعرفش افكر غير بطريقه واقعيه. معرفش الحلول الوسط المؤقته بتاعتك انت وخيالك يا حنان. قومي يا حنان عشان تلحقي الشغل. ما تقومي يا حنان، ملهاش لازمه اخد لك اجازه وتنامي لي طول النهار وتصحي بالليل. تروحي الشغل علشان ترجعي مرهقه، مش هتعرفي تنامي زي الناس. عشان من النهارده مفيش منوم تاني. حاضر حاضر يا حسن. ساعات الآن ستذهب إلى السجن. إذا ما المفاجأة؟ الانتظار. بعت والدي. ماذا؟ قلت لك بعت والدي. ده وقتك يا فقر انتي. الو الحقيني يا هناء، بوزيتيف بوزيتيف. هو ايه ده اللي بوزيتيف؟ الاختبار. اختبار ايه؟ انتي شكلك راجعلك التهيؤات تاني. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ما تهدي بقى وتبطلي ولوله وتفهميني انت عملتي ايه واختبار ايه اللي بتتكلمي عنه ده اصلا؟ شرطتين اهو، والله العظيم شرطتين. اعمل ايه بس يا ربي؟ يا حسك يا حنان، كان مستخبي لك ده كله فين يا حنان؟ اخرسي بقى، وجعتي لي دماغي وقولي لي اختبار ايه وشرطتين ايه؟ انا حامل يا اختي، حامل. ايه؟ يا خبر اسود ومنيل، حامل؟ ازاي؟ حصل امتى ده ومين اللي عمل فيكي كده انطقي؟ شكرا ما كنت ايه ده؟ ثانية واحدة بس كده يا حبيبتي، ثانية واحدة يعني. هو مش الهانم متجوزة ولا ده بيتهيألي ولا ده ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ متجوزة لكن احمل لا، ما ينفعش. اعمل ايه بس يا ربي؟ اقول لحسن ايه؟ ده هيطين عيشي اكتر ما هي مطينة. طب اهدي يا ماما، اهدي يا حبيبتي، اهدي والله كل حاجة هتبقى كويسة. وبعدين يا حبيبتي انت كنت قايله لي قبل كده ان انت كنت بتاخدي برشام منع حمل ده غالبا. انت ازاي بقى حصل ده؟ معرفش يا اختي حصل ازاي. يمكن حسن ابن المبقع ده وكان بيسترخص ويجيب لي برشام منتهي الصلاحيه. انا اللي دماغي صحت على بعضها وكنت بنسى، مش عارفه. طب اهدي بس، اهدي وبالراحه، والله كل حاجه هتبقى كويسه. اصلا كل الرجاله بيقعدوا يقولوا احنا مش عايزين خلفه وعايزين ناجل الخلفه بسبب الظروف وبسبب حاجات غريبه كده، وفي الاخر اول ما بيتحطوا قدام الامر الواقع ما بيعملوش حاجه. لا، ما انت ما تعرفيش حاجه وما تعرفيش كمان ظروفنا منيله ازاي. وانا وحسن مقررين ان احنا ما نخلفش دلوقتي. معلش يا حبيبتي، معلش، يعني دي حاجه خارج ارادتك وغصب عنك. هنعمله ايه؟ ما اللي حصل حصل. لا مش اللي حصل. يعني ايه بقى؟ يعني مفيش حاجه اسمها اللي حصل. احنا لسه فيها. الغلط ده يتصلح، العيل ينزل. انت بتقول ايه؟ انت عايز تموت ابنك؟ ابني ايه؟ ابني هو لسه بقى ابني؟ بطل دراما يا حنان. انت اكتر واحده عارفه انه ما ينفعش.
اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة. انت عندك حل تاني؟ يبقى اسمعي يا حنان، ده اخر كلامي في الموضوع ده ومش هتكلم فيه تاني. ايه ده؟ هو احنا رايحين فين يا حسن؟ يا حنان، انت دماغك ساحت من الحر ولا ايه؟ التكييف مش شغال اصلا؟ ده انا جايب لك عربيه مخصوص. احنا رايحين المحله عشان نجيب هدوم وغيرات للبيبي. مش انت قلت لي لازم نجيب القطن طبيعي علشان ما يبقى ناعم على بشره البيبي؟ ايه الهبل ده؟ انا قلت كده؟ اه. امتى ده؟ ده شكله حلو متخلف من احلامي. حسن، عيون حسن. اضربني يا حسن. تتقطع ايدي، تتقطع ايدي لو اتمدت عليك يا حنان. وبعدين يا ستي لو ما كنتش خايفه على نفسك خايفه على البيبي. يا سلام، انت كمان خايف على البيبي ولا الضرب يوصل له؟ لو ما خفتش عليك انت والبيبي خاف على مين؟ على طعم الملامين اللي فاضل له وسطين. لا على فكره انا اخر السنه ملامين ايه وسط ايه؟ يا لهوياني، ده انا شكل دماغي خرفت على الاخر. هو انا امبارح خدت حبايه منوم كامله ولا ايه؟ لا لا لا، انا عايزه اقوم من الحلم الاهبل ده. حسن. نعم. اضربني على وشي يا حسن. على وشك يا حنان، على وشك. انا اضربك على وشك يا حنان. اذا ما كنتيش خايف على خدك خايفه على النونه. ده هي اللطافه واللزاجه اللي نزلت عليك فجاه دي. انا صحيح كنت عايزاك توافق على الحمل يعني، بس مش بالسخافه دي. اهدي يا حنان، اهدي. معلش يا اسطى، استنى مستنيين نونه. اهدي يا حنان، عصبيه غلط يا ماما. اذا ما كنتيش خايفه على نفسك خافي على النونه. يا اخي خلاص بقى، بس بقى، انت مش حابب تغرقهم الجمله دي؟ لا، لازم اشوف طريقه افوق من الحلم المنيل ده. العبط اللي انا فيه ده يا رب. يا حنان اهدي، انت متوتره ليه؟ ده احنا بس رايحين نجيب غيارات. بقول لك يا اسطى، ما تروق علينا كده وشغل لنا حاجه حلوه. افتح بقى، افتح بقى. كل واكبر يا روحي يلا. ده كابوس، كابوس. انا حجزت عند الدكتور علي خشام صاحبي. هكلمك نتقابل بعد شغلك ونروح له عشان نخلص الموضوع ده. انا ماشي. ماشي اتفضل. الله واحد، ملوش تاني؟ ده خدمة تانية يا فندم؟ ميرسي، شكرا. ما توحدي الله بقى يا بنتي. لا اله الا الله. على فكرة الزعل وحش عشانك، وان ما كنتيش بقى يا اختي خايفة على نفسك. اختي بس عرفنا. خايفة اللي في بطني. تحرق ابو دي كلمة يا شيخ على ابو حلم حلمت. طب والله حلو قوي، انت بقيتي بتنامي كويس دلوقتي. بنام بس مش كويس ولا زفت. بنتي يا حنان، انا عايزاكي حبيبتي من هنا ورايح توقفي المنام اللي قعدتهولك ده خطر على الحمل. من هنا ورايح ايه؟ انت ليه محساني الحمل ده هيكمل؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. وما يكملش ليه يا فقر يا ابوه؟ ما انتي امال انا بقول لك ايه من ساعتها؟ ما انا بقول لك ان حسن مصمم على اللي في دماغه وقال لي ان ده اخر كلام عنده. طب تصدقي بالله انا كل مره بحمل فيها احمد بيقول لي نفس الكلام. لا يا اختي، حسن وضع تاني. انا متاكده انه مصمم على اللي في دماغه. وبعدين انا والله العظيم قلت له انه كان غصب عني. بصراحه كده يعني خايفه لو اعترضت يفكر ان انا عملت كده بمزاجي عشان احطه قدام الامر الواقع. طب اهدي وصدقيني كل حاجه هتتحل، وانا والله العظيم متاكده انك هتروحي تلاقيه مغير رايه. يا رب. ده حسن. طب ردي مستنيه ايه؟ يلا.
الو. ايوه حسن. ايوه يا حنان، انت فين؟ انا استأذنت بدري من الشغل عشان كنت تعبانه شويه، قاعده مع هناء في الكافيتيريا اللي قدام الشغل. طيب سلامتك. عموما خليكي، انا جاي اخدك عشان نروح لحجز الدكتور. يا حسن. حجز الدكتور بعد ساعه يا حنان، هخلص شغل واجي عليك. حاضر يا سيدي، اجيب لك زفت. وانت لسه بتطعم؟ اكيد غير رايه. يا شيخه بس بقى والنبي، انت عايشه في ميه المخلل. اهلا وسهلا. يا دكتور ايه؟ وش ايه ده؟ انا عيني راحت يا حنان. الريحه دي خلي بالك يا دكتور. ولما اخلي بالي اروح من غير بالي ازاي يا استاذ؟ احنا جينا عند عباس حموده ولا ايه؟ ايه يا دكتور؟ ما شاء الله حضرتك اخو هشام جدا. حضرتك دمك خفيف قوي يا دكتور. دي حقيقة مطلقة ما فيهاش نقاش. كل دكاترة التحاليل زمايلي اكدوا لي ان فصيلة دمي بي خفيفة مش بي تقيلة. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه بيه خفيفه مش بيه تقيله؟ هو في الكلام ده في التحليل يا دكتور؟ ايه يا ابو علي، انا شايفك متوتر كده قدام اضحك معاك يا راجل. مش تقول. شكلكم كده عرسان جداد ومستعجلين على موضوع الحمل ده. ايوه يا دكتور، عرسان جداد ومستعجلين على موضوع الحمل. هي عملت اختبار حمل كده في البيت وعايزين نطمن ونتاكد من حضرتك دلوقتي يا دكتور. عايزين نطمن ونتاكد من حضرتك. الف مبروك. بسم الله ما شاء الله. يا اختي قبيله يا ناس، يا اختي حلوه يا ناس. اتفضلي يا مدام ورايا على اوضه الكشف بسرعه. يلا. انت بتتكلم بجد يا حسن؟ انت غيرت رايك بجد؟ ده انت هتبقى احلى ام في الدنيا. ده انا كمان عايز بنوته كده شبهك. يبقى انتوا الاثنين شبه بعض كده، انت هنا وهي هنا وانتوا الاثنين ما اعرفش افرقكم من بعض كده واتلخبط بقى. شكلك مستعجله مستعجله. يا دكتور، يا دكتوره، يا دكتور، هات لنا بقى 2 حلبة عصير. احنا يا دكتور مستعجلين على موضوع يا دكتور. ايوه معلش ركز معانا 5 بس. احنا مستعجلين على موضوع الجنين ده. يعني موضوع 9 شهور ده كتير قوي يا دكتور، كتير قوي. عادي طبعا، وايه المشكله؟ انا ما عنديش حد رايح جاي رايح جاي 9 شهور يقرف فيا. هو بعون الله، بعون الله يا ابو علي. يوم الاثنين بالكتير وعجب لك النونو ويقول لك خلاص يا ناس. ايه يا حنان؟ في ايه؟ في ايه يا حنان؟ يومين كتير؟ كتير ماشي. ما عشان هو الدكتور تبعنا عادي ممكن يخلص في اقل من كده. يا دكتور ما تسلك معانا يا دكتور. يعني هو يعني ربنا قدرك عليه يومين يعني. ده على حسب نوع الجنين، اذا كان الجنين ولد ولا بنت. احنا طبعا عارفين البنت بتحب تتمرقع وتتلقع، بتقول لك اصل انا عايزه اصفر، عايزه شعر لونه اخضر، انا ما اعرفش ايه. ايه هو الهبل اللي بتقولوه ده؟ يا دكتور العبط اللي بتعمله ده. يا اخي انا اخلف بنت تقول الكلام ده؟ ده انا اقطع خبرها. وبعدين ايه وانا اخلف محمود كهرباء؟ هو ايه الهبل اللي بتقوله ده انت كمان؟ هو ده اللي فارق معاك يعني؟ الله يقول كده. ايه دي يا حنان؟ ايه دي يا حبيبتي؟ دي هرمونات حمل يا حسن، هرمونات حمل يا حسن. اهدي بقى اهدي. خلصني يا حسن، انجز. ما تعالي بقى يا حنان، انا مش في البيت يا حنان. خلصني بقول لك، خلصني يا حنان اهدي. انجز بقول لك، خلصني. مش في البيت يا حنان. بقول لك خلصني. شكل دماغي باظت معلقة. شكل دماغي باظت خالص. يا دكتور هقرصها يا دكتور. لا لا يا ابو علي، اوعى، ده في خطر جامد على الجنين. انا هحملك المسؤوليه كامله يا ابو علي. لا اهدى يا دكتور، اهدى ما تعصبش. اهدى حقك عليا انا، ساحة فيا. ايه يا حنان؟ اهدى يا حنان. اسمعي، لو مش خايف على دراعك خاف على اللي في بطنك. يا اخي خلاص بقى.